المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فرع تسجيل وترخيص النقل البري يعمل على إنشاء وتطوير نظام متكامل. مطالبة مزارعي قلوي لتجميع العلف الحيواني. جهود لتطوير قدرات الابتكار والتصنيع في إقليم عنسبة. بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الإيرانية خلال استضافته الرئيسي. أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تبادل سجناء الحرب. وإسبانيا تطرد 2 من موظفي السفارة الأمريكية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد فرع التسجيل وترخيص النقل البري التابع لوزارة المواصلات والاتصالات على العمل في إنشاء نظام تطور متكامل لتعزيز الخدمات الموثقة. وأوضح مدير الفرع السيد يوسف تسفاي لوكالة إرنا أن تسجيل المركبات والسائقين وإصدار الوثائق القانونية وتوزيع وتجديد لوحات الترخيص ودفاتر الملكية وتقديم الترخيص للمرافق المرتبطة بالنقل البري مثل ورش إصلاح السيارات ومتاجر قطع الغيار وجمعيات النقل ومدارس تعليم قيادة السيارات والسيارات ورافعات الإيجار من أهم أنشطة الفرع. وقال إن الفرع وزع لوحات جديدة على نحو 50,000 مركبة منذ عام 2013، مضيفا أن عملية استبدال اللوحات أمر هام ومستمر في الحركة اليومية للمركبات وعلى أصحاب السيارات تنفيذه دون تأخير. وذكر إلغاء التسجيل 14 مركبة هذا العام بسبب التقادم والأضرار العرضية، منها 5 سيارات صغيرة وسيارتان كبيرتان و7 مقطوعات. وحول عملية تحويل اللوحات من رمز إلى آخر ونقل ملكية المركبات، قال إنه تم نقل أسماء ملكية 3154 مركبة هذا العام عن طريق الهبة والميراث والبيع والأوامر القضائية. وأوضح وجود 192 مدرسة لتعليم قيادة السيارات في البلاد تقوم بتدريب السائقين من المستوى الأول إلى المستوى الخامس، وإصدار 12,380 رخصة قيادة جديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وجه مديرية قلوجة السيد سيزر ميكائيل المزارعين بشكل عام وأصحاب الماشية بشكل خاص على تطوير ثقافة جمع مخلفات المحاصيل والعشب لضمان تأمين علف الماشية. وأوضح لدى لقائهم ممثلي السكان أن خريف هذا العام كان ضعيفا، كما انخفض الإنتاج الزراعي ونمو المراعي، ودعا المزارعين إلى جمع وتخزين مخلفات محاصيلهم بشكل صحيح وترسيخ عادة تخزين العشب والقصب لتخفيف النقص المحتمل في علف الماشية. وقال إنه يجب شجب تدمير الأشجار بذريعة نقص الأعلاف لأن له عواقب خطيرة، وحث المجتمع على الحفاظ على المواد الغائبية في المديرية. من جانبه نصح سكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في المديرية السيد إدريس مسمر المزارعين وأصحاب الماشية بالتخلص من ممارساتهم الخاطئة في تغذية الماشية وجمع المخلفات الزراعية واتباع الأساليب الفعالة. وطرح المشاركون الحد من الأنشطة الزراعية في المراعي وتوفير الأعلاف الإضافية بأسعار معقولة. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة تنظيم مسابقات الابتكار والتصنيع في جميع مديريات الإقليم لاستكشاف قدرات الشباب وتشجيعهم. وأوضح رئيس الفرع السيد عزازي برختاب أن المسابقة التي ستنظم يومي 23 و24 من ديسمبر في مدينة كرن تهدف إلى تفعيل إمكانات الابتكار والإبداع وتعزيز مساهمته في المجتمع.
وقال أن الاتحاد يعمل بجدية على تشجيع وتعزيز الابتكار والإبداع والبراعة لدى الشباب، مستشهدا كأمثلة بأندية الابتكار والفنون التي أقيمت في المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم، فضلا عن أنشطة تشجيع الباحثين الأفراد. وأوضح عقد منتدى المخترعين والباحثين على مستوى الإقليم عام 2022 وتشكيل مجلس ظل يعمل للإشراف على أنشطة الابتكار، وقال إنه واثق من أن المسابقة ستخلق منصة للشباب في هذا المجال لتبادل الخبرات والرأي البناء والفرص ومشاهدة الشعب لعملهم ومنتجاتهم. وستشارك في المسابقة جميع المدارس الثانوية وكلية حمل الزراعية وأفراد الجيش، وسيتم تقديم أعمال مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والهندسة الميكانيكية. وأشار إلى وجود برنامج تدريبي لتطوير البارزين في المسابقة في كل المجالات. أوضح مسؤول المؤسسات الحية في مديرية فور الممرض محارق آلاب أهمية العمل بالتنسيق مع الشركاء للسيطرة على الأمراض المعدية بشكل عام والملاريا بشكل خاص. وذكر في اجتماع عقد في 6 ديسمبر بالرغم من السيطرة في السنوات الماضية على أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض التي تسبب الإعاقة والوفاة، إلا أنه يتطلب بذل الجهود للقضاء على مرض الملاريا باعتباره تهديدا للصحة. وقد ناقش الاجتماع وكلاء الصحة في القرى وإدارات الضواحي ولجان القرى. وأوضح مسؤول مكافحة الملاريا في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكائيل حقوس مديرية فورو منطقة فورو تحتل المركز الخامس في الإقليم بالإصابة بالملاريا، مذكرا بمكافحة مشاركة جميع المواطنين. وأفاد المشاركون أن مرض الملاريا أصبح مثيرا للقلق، وحثوا على تنظيم حملات التوعية المستمرة حول التحديات وأسباب المرض واستخدام الناموسيات ودفن برك توالد البعوض بدعم الآليات وتوزيع الناموسيات على نطاق واسع. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية فورو السيد فساهية قبر حواريات في ختام الاجتماع دعا إلى بذل جهود جادة للسيطرة على مرض الملاريا والوقاية منه على مستوى المجتمع. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطور العلاقات بين موسكو وطهران خلال استقباله في الكرملين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لمحادثات تناولت بشكل خاص الحرب بين إسرائيل وحماس. وأوضح بوتين في مستهل اللقاء الذي بثه التلفزيون الروسي: علاقاتنا تتطور بشكل جيد جدا، متحدثا عن مشاريع بنى تحتية كبيرة مشتركة وتعاون في مجال الطاقة وكل المجالات تقريبا. وأشار إلى أن موسكو وطهران ستوقعان في الأيام الأخيرة من ديسمبر اتفاقا لإنشاء منطقة لتجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الروسي الذي ترأسه موسكو ويضم جمهوريات سوفيتيا السابقة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا أفادت أن الرئيس سيزور موسكو على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى وتلبية لدعوة من بوتين. اتفقت أرمينيا وأذربيجان على اتخاذ إجراءات ملموسة باتجاه تطوير العلاقات وتبادل سجناء الحرب وفق ما جاء في بيان مشترك للبلدين. ودار نزاع منذ عقود بين البلدين للسيطرة على إقليم ناغورنو قرباغ الذي استعادته أذربيجان بعد هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في سبتمبر. وأشار البلدان إلى إمكانية التوقيع على اتفاق السلام بحلول أواخر العام، لكن محادثات السلام التي لعب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الدور الوسيط فيها على حدة لم تحقق أي تقدم يذكر. واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة، وأكد على نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام. ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من سجناء الحرب الأرمن، بينما ستفرج يريفان عن جنديين أذربيجانيين. وذكر أن البلدان بأنهما سيواصلان مناقشة إجراءات إضافية لبناء الثقة ستتخذ في المستقبل القريب، ودعوة المجتمع الدولي لدعم جهودها.
طردت إسبانيا 2 من موظفي السفارة الأمريكية لديها تمكنا من اختراق جهاز الاستخبارات الإسباني CIA عن طريق رشوة 2 من ضباطه وفق ما أفادت صحيفة إل بايس. وكان وزراء في الحكومة الإسبانية أكدوا عما ورد في تقرير نشره أولا موقع الكونفيدنسيال الإخباري عن اعتقال ضابطي مخابرات 2 بتهمة تمرير معلومات سرية إلى واشنطن دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأوردت إل بايس أن الضابطين في CNI أثارا الشكوك بعد ملاحظة اطلاعهما على معلومات خارج نطاق مسؤوليتهما رغم أنه لم يتضح حتى الآن طبيعة المعلومات التي مرراها. وأضافت أن تجنيدهما تم على يد جاسوسين ينشطان من مقر السفارة الأمريكية وقد جرت أرضهما منذ ذلك الحين. وكشفت البايس أن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس ووزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس طلبا بشكل منفصل توضيحات من السفير الأمريكي. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت جزيرة سيشل الصغيرة في المحيط الهندي حالة الطوارئ بعد انفجار ضخم في مستودع المتفجرات من فيضانات مميتة ضربت أجزاء أخرى من البلاد. وقال الرئيس أن 3 أشخاص لقوا حتفهم من الفيضانات. وأصيب أكثر من 100 شخص في الانفجار الذي وقع في منطقة بروفيدنس الصناعية على بعد حوالي 4.3 ميل جنوب شرق العاصمة فيكتوريا في جزيرة ما هي الرئيسية في سيشيل. وأعلن الرئيس ويفيل رامكونالان حالة الطوارئ في بيان صادر عن مكتبه، وأمر بإغلاق المدارس وبقاء الناس في منازلهم في الدولة التي يزيد عدد سكانها قليلا عن 100,000 شخص لمنع خدمات الطوارئ والعاملين الأساسيين الآخرين مساحة للقيام بعملهم. وجاء في البيان الصادر من مكتب الرئيس أن الانفجار تسبب في أضرار جسيمة وأن الفيضانات تسببت في دمار كبير. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء هذا أبرز العناوين. فرع تسجيل وترخيص النقل البري يعمل على إنشاء وتطوير نظام متكامل. مطالبة مزارعي قلود لتجميع العلف الحيواني. جهود لتطوير قدرات الابتكار والتصنيع في أقليم عنسبة. بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الإيرانية خلال استضافته رئيسي. أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تبادل سجناء الحرب. وإسبانيا تطرد 2 من موظفي السفارة الأمريكية. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العام ودمتم في أمان الله.